عاملين ايه؟ امبارح بالليل حصل حاجة مرعبة جدا جدا جدا. عند واحدة صاحبتي مش عندي. دي صاحبتي جدا انتيم، احنا الاتنين حاجة واحدة. المهم هي جوزها مسافر وكلمتني، قالت لي الحقيني دلوقتي الساعة 11 ونص بالليل، انا بموت وبتعيط وخايفة وبتترعش. قلت لها في ايه؟ قالت لي الشقة كانت هتولع نار. قلت لها ازاي؟ قالت لي البوتاجاز كانت حاطة حاجات على البوتاجاز وبعدين قفلت عليه. المهم كانت قافلة على البوتاجاز، كانت حاطة اكله وقفلت. قالت لي دخلت لقيت العيون كلها هبة لغاية السقف والنار لغاية السقف مع اني قافلة البوتاجاز، هي قافلاه. قالت لي ولكن النار مشعللة لغاية فوق واصلة والسقف بقى لونه اسود فحم لوحده لوحده. قلت لها انت سبتي حاجة نار؟ قالت لي انا قافلة الحاجة، عملت الاكل وقفلت بس دخلت المطبخ بس وانا قافلة الحاجة، لقيت نار في الاربع عيون قايدة لغاية فوق واصلة لغاية السقف والسقف كله اسود فحمة. انا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اعمل ايه. فطبعا قلت لها اقري قرآن بسرعة، اقري قرآن، متأكدة ان قافلاه؟ قالت لي مقفول. قلت لها اخرجي بره المطبخ واقري على باب المطبخ من بره قرآن قرآن قرآن. فضلت فعلا تقرا آيات قرآن ورا بعض ورا بعض وتعيط وتقرا قرآن وتقرا وتقرا. النار بقت تهدى شوية بشوية، تقرا تقرا قرآن لغاية ما النار سكتت خالص. قلت لها يبقى كده فعلا شقتك مسكونة وفيها حاجة. قالت لي ايوه. قالت لي مش قادره اقعد في الشقه، لا تجيلي لا اروح لك. قلت لها الساعه دلوقتي كانت 1 الا ربع، هي كلماني 11 ونص عبال ما فضلت تصوت وتعيط. قلت لها وانا عم بكلمها روحي اقري قران. قعدت تقرا قران عبال ما القناه هدت، كانت الساعه 1 الا ربع. قلت لها ما اقدرش انزل واجيلك 1 الا ربع، ولا انت ينفع تجيلي الساعه 1 الا ربع. الحل نفضل نتكلم لغايه الصبح، او تنامي تقري القرآن وتنامي وبعدين تروحي تجيبي ايه شيخ بقى يبتدي يشوف الشقة فيها ايه ويبتدي يقرأ قرآن يقولك فيها ايه النظام بالظبط. قالت لي ماشي. المهم طبعا نمنا. انا كنت عاوزة انام لغاية قريب من الفجر، كنت عاوزة انام بصراحة يعني خلاص يعني. ف وهي برضو. والمهم اما صحيت كانت العصر، حبيت اطمن عليها قلت لها إيه الاخبار، حصل ايه او كده. قالت لي انا لسه صاحيه مفيش اي حاجه الحمد لله. قلت لها طيب في شيخ كنت اعرفه، قلت لها خدي رقمه كلميه، يعني كلميه وشوفي فيه. فالمهم كلمته بس ما اعرفش بقى اتفق معاها يوم يروح لها لسه كمان يومين او حاجه زي كده. فدعواتكم انه يبقى ما فيش حاجه، او اكيد فيه، وبالموضوع ده اكيد فيه انه يقرا لها حاجه او كده والشقه يعني اي حاجه وحشه تروح منها وتبقى كويسه وترجع تعيش طبيعي من غير اي خوف او كده. المهم المواضيع دي بتتكرر كتير مع ناس كتير. النار تهب في الشقه زي كده زي صاحبتي. انا حصلت لي حاجه قبل كده في شقه تانية في مصيف وحكيتها وفي فيديو مرفوع بكده. حاجات كتير ناس كتير برضه اعرفهم بيروحوا يشتروا شقق وبعد ما يشتروها بيلاقوا حاجات مسكونة، إن الشقة مسكونة، ويلاقوا حاجات ناس زي أشخاص صغيرين بيتكلموا وأصوات وخبط ورزع. يعني حاجات كتيرة جدا بصراحة، ربنا يحفظنا. الموضوع ده زاد جدا وموضوع مريب. الموضوع اللي هو الشقق المسكونة دي بقى كتير جدا. على فكرة الموضوع ده مش في المدن بس، ده كمان في القرى كمان والفلاحين والحاجات دي هتلاقي برضو في كده، وفي مصر والبلاد التانية كله. يعني الحاجة دي ملهاش بلد معينة أو مكان معين، لأ دي في كل البلاد. في حاجة برضو افتكرتها كانت حصلت من زمان، يجي من 6 7 سنين. موضوع كده كان حصل برضو. المهم احنا كنا رايحين، كان بيت كده في قرية أو حاجة، كنا رايحين نزور ناس معينين تعبانين، يعني ناس نعرفهم من الأرياف بس تعبانين، احنا من القاهرة عادي بس هما تعبانين يعني تعبانين وكنا نروح نزورهم. المشكلة نزلنا فاضية طبعا، حتة فاضية. البيوت اللي هي بتبقى زمان في القرى، البيوت اللي هي تحس ان ايه المكان فاضي وفي زرع وخضرة بس فاضي بقى. وكان بيت كده متنطورين بينهم مسافات، وبيوت صغيرة بعيدة خالص وبيت تاني بعيد، وحاطين بقى القلل وحاطين الحاجات الريفية دي. جواها حلو على فكرة، انا بحب الجو ده جدا.
والفرن العيش والحاجات الفلاحين دي، جوها بيبقى جميل، انا بعشق الجو ده جدا. المهم رحنا عشان نزور الناس دي ونطمن عليهم ونزورهم يعني، وناخد لهم زيارة علشان تعبانين وكده، كانوا مرضى. فالمهم واحنا داخلين، كانت على المغرب، على المغرب كده، حد ماشي ورانا خيال، خيال في الأرض قدامنا ماشي ورانا، يعني ماشي خيال وشايفينه، خيال. كل ما نيجي نلتفت ورانا يمين شمال الخيال ده يختفي، نرجع ناخد طريقنا تاني ونمشي الخيال ملازمنا. ولدرجة ان لقيت حد راح حاطط ايده على كتفي، زي ما يكون بيخبط جامد على كتفي كده. انا بصراحة اتخضيت، انا قلبي كان هيقف فعلا، وبصراحة كان هيجيلي سكتة قلبية وانا واقفة مطرحي. يعني الخيال لازمنا، والخبطة اللي جت على كتفي دي بقى هي دي بقى اللي قالت لي في فعلا في حاجة اكيد في المكان ده. المهم بقيت استعيذ من الشيطان الرجيم واقرا قرآن وكده، وبعدين فضلت ماشية ماشية الخيال تاني، وبقى ايه، او حاجة تيجي زي ما تكون تمسك من ايدي هنا، وحاجة تخبط، وحاجة تمسك من ايدي. انا خلاص، انا رحت واقعة، انا فعلا وقعت في ساعتها في الارض، لان حسيت بدوخة، حسيت اني تايهة، ان دايخة، اني مش قادرة اكمل، مش قادرة امشي، لقيت نفسي ورحت واقعة. قلت مش قادرة امشي، مش قادرة اكمل، مش قادرة اي حاجة، انا عاوزة استريح، او عاوزة اقعد، عاوزة اشرب مية، عاوزة يعني مش عاوزة اكمل في المشي والطريق ده. وفعلا شربت مية وشربوني مية وكده وهدوني وفضلوا يقروا قرآن وكده. المهم حسيت بعدها، بعد ما قرأوا قرآن وكده، انا ما كملناش، كملنا المشوار، اتصلوا بيهم قالوا لهم حصل كذا كذا، ده احنا مفيش ربع ساعة وهنجيلكم. فهم جولنا، يعني الناس اللي كنا هنروح لهم كان تلت ساعة، فراحوا جايين لنا في الطريق ده، مش حاجة بسيطة. فجولنا وكده، فقالوا يا جماعة في ايه، قلنا لهم اللي حصل كده كده. ففضلوا يقروا قرآن وكده وخدونا. بعد ما مشيت انا رحت نمت، ما قعدتش مع الناس، يعني انا رايحة ازور الناس، ما قعدتش معاهم، انا دخلت نمت. فعلا نمت لغاية تاني يوم. انا زي ما اكون متخدرة، مش حاسة، نمت نوم عميق ما نمتوش في حياتي، وعدد ساعات ما نمتوش في حياتي. وبقيت جسمي ده زي ما يكون مكسر او مضروبة او في حاجة، بقيت مش عارفة في ايه بالظبط. فما صحيت تاني يوم، حسيت ان انا فين، حسيت زي ما يكون معمول لي غسيل مخ، او انا مش عارفة اللي حصل، مش فاكرة حاجة، يعني ما كنتش فاكرة ايه اللي حصل امبارح. انا كل اللي فاكراه اللي انا كنت ماشيه في طريقه، بس مش عارفه التفاصيل. ايه بقى يا جماعه اللي حصل بالتفاصيل؟ ايه ده حصل كذا كذا، وقعتي واغمى عليكي وكده، وجينالك واتصال، يعني المهم. فبقيت اتعمل لي زي مسح غسيل مخ او ذاكره، ان ما مش فاكره حاجه غير تخاطيف حاجات بسيطه قوي، اللي انا كنت ماشيه في الطريق بس وخلاص وخلصت. طب انا ايه اللي حصل بعد كده؟ انا معرفش. ايه اللي جرى بعد كده؟ انا ما اعرفش، هما اللي عارفين، اللي كانوا معايا هما اللي عارفين طبعا. قالوا حصل كذا كذا كل حاجه. فاتعمل لي غسيل مخ، مش فاهمه، مش فاكره حاجه، انا مش فاكره حاجه خالص. وبعد نوم الساعات دي كلها، يجي 13 ساعه نوم، صحيت جسمي مكسر ومدغدغ وناسيه كل حاجه، ومش فاكره اي حاجه في اي حاجه. فالمهم خدوني الشيخ، برضه فضل يقرا عليا قران وكده. قال الأماكن اللي بتروحها بيبقى فيها حاجة، الحاجة دي بتلمس فيها، يعني بتبقى وراها، مش بتمسكني حاجة، لا أنا مفيهاش حاجة الحمد لله. بس المكان اللي أنا بروحه، يعني الحاجة دي بتظهر لي أنا، أول حاجة، أول واحدة تظهر لي، وبتفضل ملازماني لغاية ما أسيب المكان. يعني إيه لغاية ما أسيب المكان؟ قعدت ساعة، اتنين، يوم، يومين، تفضل الحاجة دي ورايا لغاية ما أسيب المكان. فبقيت اتحصن، بقيت اقرا قران، بقيت دايما اقرا قران، بحيث اما اجي اروح اي مكان لو في حاجه ما اشوفهاش، مش عاوزه اشوف حاجه من الحاجات دي، مش عاوزه اسمع حاجه من الحاجات دي تاني، لان جالي حاله خوف. فالحمد لله، يعني انا بقرا قران، اي مشوار، اي مكان غريب، اي سفر، اي حاجه، ماشيه بالقران وبقرا القران وخلاص، ومسلماها يا ربنا، ويا رب ما يحصل اي حاجه ولا اشوف اي حاجه. بس الحاجات دي بتتكرر كتير، و... ومواقف كتير بتحصل للناس كلها، يعني لاحظت ناس كتير، ما فيش حد قال لي ما حصلش، لا، دي الحاجات دي بتحصل كتير قوي. الشقق المسكونة، والشقق اللي فيها عمار البيوت،
وفي عمار بيوت بيبقوا مش عاوزين ناس معينة، عاوزين ناس معينة. اه والله بتحصل. انا في ناس برضو باعوا الشقة علشان عمار البيوت مش عاوزينهم، يعني ممكن يكونوا عاوزين ناس تانية، والناس دي كانت متدينة وبيعرفوا ربنا وبيقروا قرآن، وبرضه مش عاوزينهم، مش مرتاحين، في عدم راحة، في حاجات غريبة كده بتحصل. فربنا يعفو عنا. لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.